السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل معاكم القرنبيط ده. احنا هنا هنوريكم شكله. هنقولك ازاي في الفيديو ده هتعمليه معاكي، يعني يطلع معاكي كده مقرمش وكريسبي بالشكل ده. احلى شوية قرنبيط مقرمشين وكريسبي. خش على الطريقة. انا هنا معايا واحدة من القرنبيط. بوريكي هنا لو في اي اتساخات تشيليها يعني بالسكينة. بعد كده هنبدأ نقطعها. بصي انا هنا هنقطعها كده وردات صغيرة. هنسلقها كده تستوي معانا كده اسرع، ولما نغسلها تتغسل معانا حلو، يعني نتأكد من نظافتها قبل السلق بالشكل ده. انا هنا بعد ما خلاص خلصتها، دي اخر قطعة. انا خلصتها تقطيع. هناخدها كده نغسلها قبل السلق. ده شكلها بعد ما غسلتها. معايا مية سخنة على النار، هنزل بمعلقة ملح، وهننزل برشة كمون. هنضيف شوية تاني من الكمون، وهننزل بالقرنبيط. انا نزلت بكل القرنبيطة هنا. الحلة اللي عندي كبيرة، خدت القرنبيطة كلها، هتسلقها كلها يعني. ده شكل القرنبيط بعد ما استوى. عشان تعرفي ان هو استوى، تدخلي السكينة كده تلاقيها دخلت في العرق. بس ما تهريش قوي، يعني خليه كده ماسك نفسه شوية يكون احسن، عشان لسه هيكمل سوا في الزيت. هنبدأ نطلع القرنبيط. ده شكل القرنبيط بعد ما استوى. ما تهريهوش قوي، يعني خليه كده ماسك نفسه. هنبدأ نعمل الخلطة. معايا 3 كوبايات من الدقيق. كمية الدقيق دي هتعمل كل القرنبيطة اللي معانا. ومعايا 2 معلقة كبيرة من النشا، وهنضيف الملح. معلقة صغيرة مليانة من الكمون، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة مليانة من الكركم، ربع معلقة صغيرة من الشطة. وهنبدأ نقلب التوابل كده حلو مع الدقيق. وهننزل بواحدة بيضة، و3 فصوص من الثوم انا كنت دقاهم. وهنبدأ نعجن بالمية. انا بحب اعجن القرنبيط بالمية، بحبش اعمله باللبن. هنفضل نضيف المية كده واحدة واحدة لحد ما ناخد العجينة اللي احنا عايزينها. عايزين عجينة تكون متوسطة، ما تكونش طرية قوي ولا تخينة. كده اخر شوية مية انا ضفتهم، وخلاص كده العجينة اتظبطت معانا. ده شكلها. هو ده القوام، احنا عايزينها كده متوسطة، ما تكونش تخينة ولا طرية. مفضلش غير معانا نضيف لها بس الخضرة. انا معايا هنا الخضرة. معايا شبت وكزبرة. بحب احط القرنبيط شبت وكزبرة، ما بحطش بقدونس. وهنحط كده حبة منهم بس مش هكتر.
مش عايزة المرة دي الخضرة كتيرة. خلاص كده تمام. دي خلطة القرنبيط كده جاهزة معانا بالشكل ده. احنا لسه كمان معانا خطوة تانية عايزين نحضرها. هي اللي هتخلي القرنبيط يطلع معانا كريسبي ومقرمش. معايا 2 كوباية من الدقيق، وعليهم 2 معلقة كبيرة من النشا، وهنضيف عليهم رشة ملح، ونص معلقة كبيرة من الثوم البودرة. وقلبنا كل الكلام ده. هننزل كده بالقرنبيط في الخلطة. هننزل بقطع القرنبيط كده. هنبدأ كده نغطسهم كده حلو في الخلطة. وهبدأ كده ارفعها بالمعلقة وهنزل بيها في الدقيق. بالطريقة دي لو انت عايزة القرنبيط يطلع معاكي مقرمش، هتعمليه في الدقيق والنشا بالشكل ده. بس انا مش هنزل في الزيت على طول، هعمل كمية كده على الطبق الاول عشان تبقى جاهزة معايا. هبدأ كده ارص على الطبق. انا عملت واحدة والتانية اوريكم دي كمان. انا هنا عملت كمية كده حضرتها معايا في الطبق عشان اقلي كده على طول. اوريكم شكلهم. انا كنت مسخنة الزيت على النار، وهبدأ كده انزل بالقرنبيط في الزيت، وابدأ كده اقليه. خلاص كده دي اول حطة معايا. هنا بعد القرنبيط ما بدأ ياخد لون معايا ويحمر. بص شكل القرنبيط ما شاء الله عليه. طالع مقرمش وكريسبي. وهوريكي هنا بالشوكة. بصي انا بدخل الشوكة فيه يعني تحسي ان هو ناشف قوي، وهي النتيجة اللي احنا عايزينها دي انه يكون مقرمش بالشكل ده ما شاء الله. اللي بلاقي لونها حلو خلاص خدت اللون الحلو معايا يعني كده بطلعها، واللي بلاقيها لسه بسيبها شوية. شوفي هنا معانا القرنبيط شكله لما بدأ ياخد لون لونه ذهبي كده. لونه اصفر جميل. بصي القرمشة بتاعته. الطريقة دي جميلة قوي. لو انت عايزة القرنبيط مقرمش اعمليه بالطريقة دي هتعجبك. خلاص كده دي اول حطة، وهنزل بالحطة التانية.
انا عملت حطة قدامكم وبس بوريكم الحطة دي. خلاص كده انا هكملهم كده بنفس الطريقة. وده شكل القرنبيط بعد ما طلعته من الزيت. بوريكم شكله هنا. بس شكل القرنبيط مقرمش ازاي، ما شاء الله عليه. وهنا هفتح لكم بردة واحدة اوريكم شكلها من جوا، واوريكم الطبقة اللي هي من بره دي بصي مقرمشة ازاي. بصي يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوناش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.